السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله وينال رضاكم. بس في بداية الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده فيه ايه. النهارده هنعمل ان شاء الله السينابون او ملفوف القرفه. هو بيتقال عليها كذا اسم بس احنا عندنا هنا مشهوره باسم السينابون. فعايزه اقول لكم ان هي مكوناتها سهله جدا جدا جدا، وان شاء الله تبقى موجوده عندنا في البيت. هتشوفوا دلوقتي معايا الطريقه. وممكن اللي انت هتشوفيه ده تقسميه وتعملي نص الكميه دي، مش الكميه دي كلها، وتجربي فيها. يعني عايزه اقول لكم ان هي طريقه ناجحه جدا جدا جدا، يعني مجرباها اكتر من مره. فانت زي ما قلت لك ممكن تعملي نص الكميه لو انت خايفه او لسه اول مره تجربيها، وان شاء الله تطلع ناجحه معاكي. اول حاجه انا عملتها هنا حطيت كوبايتين من اللبن الدافي، ولازم يكون دافي علشان ينشط الخميره معايا، وما يكونش ان هو سخن قوي علشان ما يقتلش الخميره دي ويخليها ما تتفاعلش يعني في العجينه. وكمان حطيت معلقتين كبار خميره، وحطيت بيضتين زي ما انتوا شايفين، وكمان حطيت فنجان صغير كده سمنه بلدي، او ممكن تحطي زبده او ممكن تحطي اي سمنه عادي. وزي ما انتوا شفتوا كده انا حطيت باكو خميره، وبعدين رجعت زودت هنا نص معلقه كمان، فدول كده معايا معلقتين كبار. بس كده. وحطيت كمان نقطتين خل كده، اي عجين بعمله بحط فيه نقطتين الخل دول، ويعني بيطلع العجينه هشه معايا وحلوه يعني. وطبعا ضفت 4 معالق سكر زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، وده كان الخليط السائل معايا. قلبته كويس وابتديت ان انا اضيف الدقيق ده 6 كوبايات دقيق. الكوبايه نفس اللي عايرت بيها اللبن. يعني حاولي ان انت لما تيجي تعملي اي نوع عجين، الكوبايه اللي تعيري بيها الدقيق هي اللي تعيري بيها اي مواد سائله. بس كده حطيت 6 كوبايات دقيق. ده دقيق منخول كويس، منخول كده مره واتنين عشان يبقى نضيف معاكي ويبقى هش كده ويطلع لك عجينه كويسه. وذره ملح، وبعدين ابتديت ان انا اعجن كويس كده. عايزه اقول لكم انا النهارده عامله العجينه دي بدون عجان ولا اي حاجه، ولا استعملت مضرب، علشان اللي ما عندهمش الالات دي يقدروا ان هم يعملوا العجينه عادي يعني. هي سهله جدا وطالعه، بصوا عجينه شكلها تحفه، وما شاء الله هتشوفوا النتيجه يعني. هي ما فيهاش اي حاجه صعبه. المهم انا خلصت كده وشلتها عشان تخمر نص ساعه او اكتر حسب الجو عندك، وممكن ان انت تدفي الفرن وتطفيه وتحطيها بقى في فرن بس يكون دافي مش سخن قوي، وتسيبيها تخمر معاكي اسرع. انا دلوقتي سبتها تخمر، وهعمل معاكم الحشوه بتاعه السينابون، وهي سكر وقرفه. هتحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا حطيت 6 معالق سكر تقريبا، يعني المهم حطي نص كوبايه او كوبايه، ولو فض مش هيخسر يعني. وهتحطي معلقتين كبار قرفه. انا هنا سبت العجينه خمرت، شايفين شكلها؟ اللهم بارك، يعني تحفه، وخمرت زي ما انا عايزه واحسن كمان. هبتدي بقى ان انا ههبط كل الهواء اللي فيها ده، وهطلع كل الهواء اللي فيها ده يعني، وهمسكها بقى هنزلها كده من البوله وهقسمها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا العجينه، عايزه اقول لكم طريه وجميله جدا. هنا كنت ماسحه الرخامه كويس قوي قوي وبعيد عليها تاني، وهبتدي بقى ان انا انزل عليها العجينه وهوريكم هعمل فيها ايه. بصوا بقى جمال العجينه. مش عارفه ليه يعني في بنات بتستصعب جدا فكره العجن، وهو حاجه سهله جدا وجميله كده، وتحسي بطاقه، وكمان انت عاملاه بايدك، فدي حاجه بتسعدك وتسعد اطفالك كده يعني. بس كده انا قسمت العجينه دي على نصين زي ما انتوا شايفين. لو انت هتعملي نص الكميه هي هتبقى قطعه واحده بس، هتفرديها مستطيل زي ما انت شايفه كده، وهتحاولي على قد ما تقدري ان انت تسويها يعني. كمان معايا هنا تقريبا 3 معالق سمنه كبار، هتسيحيها برضو، وهتبتدي ان انت تفرديها جوه العجينه كده قبل الحشوه. دي بتسيح كده وتورق بقى العجينة، وكمان بتخلي السكر يسيح ويتكرمل كده جواها بالقرفة. بصراحة دور السمنة دي حلوة قوي، ما تنسيش الخطوة دي. وهبتدي بقى ان انا احط الحشوة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بتحطي الكمية اللي انت عايزاها، زي ما انت عايزة كتير، عايزة قليل، ما بتحبيش القرفة هتقلليها كده يعني. طبعا ما فيش حاجة اجباري في الاكل او في المطبخ عموما، كل حاجة اختيارية، اللي انت عايزاه بتعمليه. بس كده زي ما انتوا شايفين الكميه اللي انا حطيتها، وابتدي بقى ان انا الفها كده. بصوا عايزه اقول لكم العجينه معايا اللهم بارك زي العسل. جربي الطريقه دي فعلا، طريقه ناجحه جدا، وهتفرحي قوي بالنتيجه ان شاء الله. بصوا ما شاء الله مطلعه لي رول كويس جدا. هقول لكم دي هتطلع لي كام قطعه دلوقتي، تقريبا 9 او 10 قطع يعني. همسك انا هنا صواني معايا هدهنها سمنه، واجهزها ان هي احط فيها الرول ده اول ما اقطعه على طول.
تخيلوا بقى القطعة دي بره بكام، يعني القطعة دي بره ب25 جنيه، ب20 وب25 واكتر كمان حسب المحلات اللي بره. تخيلوا بقى انتوا هتعملوها في البيت بكمية بسيطة زي كده. بس هبتدي بقى ان انا ارصها في الصينية كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شكلها تحفة، والقطعة مش صغيرة خالص، وهتشوفوها كمان لما تقعد تاني. يعني احنا هنا هنسيبها تخمر تاني، يعني حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة. اول ما حجمها يتضاعف هتبتدي ان انت بقى تدخليها الفرن، ولا هتدهن بيض ولا لبن ولا اي حاجة. بصوا ما شاء الله انا عملت هنا رولين. بصوا طلعولي الكمية دي، اللهم بارك. يعني بس كده هسيبها زي ما قلت لكم تخمر من 10 دقايق لربع ساعه، وادخلها الفرن وهطلعها اوريها لكم دلوقتي. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل الصوص الاصلي للسينابون. بيتعمل بقى ازاي؟ انا معايا هنا نص كوبايه لبن بودره، نص كوبايه سكر بودره، ومعايا هنا باكو فانيليا، ومعايا كمان جبنه نستون. اي نوع جبنه نستون انت عايزاه، او كمان لو عايزه جبنه كيري، جبنه كريم، اي حاجه انت عايزاها. انا هنا حطيت تقريبا 5 مثلثات او 4، ومعايا كمان نص كوبايه لبن. دي اقل من نص كوبايه وانا هعوز اكتر. انا هنا كنت يعني حطيت نقطه لبن، وابتديت ان انا عاوز تاني. حطيت بقى يعني لحد ما خلصت اللبن خالص، بحط واحده واحده لحد ما اشوف الصوص اللي معايا احتاج اللبن كله ولا لا. بصوا بقى شكل الصوص عامل ازاي، شكله حلو قوي قوي، وطعمه ما شاء الله جميل. يعني جربيه ان شاء الله هتحبوه قوي. وكمان ده صوص الكراميل اللي انا عملته، ده شكله يعني النهائي. هوريكم دلوقتي انا عملته ازاي. انا هنا معايا نص كوبايه سكر، هحطها كده في طاسه تكون ناشفه، وبعدين هحطها بقى على النار. هسيب السكر ده يتكرمل خالص. هجهز له ايه هنا؟ معلقه نشا كبيره كده، وهكمل بقى لبن او ميه. انا هنا حطيت نص لبن ونص ميه حسب ما انت عايزه. هحط السكر ده يتكرمل على النار، وبعد كده هحط عليه اللبن بنشا او الميه بنشا حسب ما انت مجهزه يعني. بس هتسيبيه كل السكر ده يتكرمل ويسيح خالص، وبعد كده تحطي عليه بقى النشا اللي احنا عملناها دي. عايزه اقول لكم النشا شكلها كان نوعها كويس شويه، او انا كنت مش عارفه مكتراها بقى. المهم ان هي طلعت مني تقيله شويه، هي المفروض تطلع اخف من كده. انت بقى خدي بالك من النقطه دي، وبيقللي نشا او زودي شويه ميه كمان. والكراميل اللي بيفيد ممكن تحطيه في اي عبوه في التلاجة، يعني بينفع في اي وقت. بصوا ده كان شكله، وريتكم طبعا انا شكله النهائي. وعايزه اقول لكم حلو قوي وبينفع في اي حاجه، صوص تحفه بجد يعني. هوريكم بقى دلوقتي شكل السينابون وهو في الفرن. بصوا شكله، يعني حجمه تضاعف وبقى شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والعجينه بقى كانت طالعه طريه وكانت قمر، يعني ما شاء الله. بصوا هنا طلع معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وما خدش معايا وقت خالص، وما خدش معايا مكونات كتير ولا حاجه مثلا ان هي غاليه وتكلفكم. لا، شوفي الكميه اللي طلعت قد ايه، وشوفي انتي بره لو حبيتي تشتري من بره قطعه او قطعتين هتبقى عامله ايه، يعني قد ايه مبلغ يعني. بصوا العجينه عامله ازاي معايا، يعني بجد اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. بس كده. وطبعا انا عايزه اقول لكم مقطع التزيين ده كله مش عارفه نسيت اضغط على الكاميرا ومعرفتش ان انا اصور للاسف. بس كده. بس عايزه اقول لكم ده بقى شكل السينابون النهائي. بصوا شكله، عايزه اقول لكم بجد تحفه. لو عجبتك الطريقه ولو عجبك الفيديو بتاعي النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، وما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هستنى تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني، وكمان لايك حلو علشان يدعمني ان انا ان شاء الله ما اتاخرش عليكم تاني. بحبكم في الله، ويا رب تكون الوصفه تكون عجبتكم. جربوها وقولي رايكم فيها. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.